دونك اولا احيي مجددا الحضور ديالي. التقرير الذي ساعرضه عليكم ضمنه الان هو تقرير حول يمكن ان نسميه قضيه نسبه الضحيه والمعاد. للتذكير دائما ان محكمه الجنائيه بسليمان كانت اصدرت حكما من تاريخ 29 12 2023. هذا الحكم ابان الرفيق نسبه الضحيه من اجل مقتضيات الفصل 447 مكرر جوج، اي من اجل بث واذاعه وقائع ادعاءات كاذبه تمس الاشخاص والشهادات، وعاقبه بسنه موقوفه وغرامه نافذه باعتبار الدرهم وتعويض 100,000 درهم. وكذلك واخذ شخصا ثانيا يسمى محمد فكري نفس الجريمه، ولكن عاقبه فقط 6 شهور موقوفه فيه وغرامه 3,000 درهم وتعويض 20,000 درهم. يعني نفس الفعل كترتب عقوبات مختلفه. قبل الخوض في تفاصيل هذه القضيه انبه الى ان هذا الحكم لا زال قيد المناقشه امام محكمه الاستئناف الدار البيضاء، وبالتالي فان هذا الحكم لن يكتسب بعد قوه شان يقضي به. لماذا؟ لان الفصل 119 من الدستور ينص صراحه على ان يعتبر كل مشتبه فيه او متهم بارتكاب جريمه بريئا الى ان تثبت ادانته بمقرر قضائي مكتسب قوه شان يقضي به. وحكم او القضاء لا يكتسب قوه شان يقضي به الا اذا نطقته محكمه الاستئناف. بالتالي حنا من حقنا قانونيا نعتبر الرافض الى حد الساعه راه باقي بعيد. ونبه كذلك لان مناقشه هذه القضيه في ندوه صحفيه ليس الهدف منها التدخل في القضيه او ممارسه اي ضغط على المحكمه بشانها. انا نذكركم مقتضيات فصل 239 من قانون الجنائي كنقول الفقره الثانيه فيه ان الاقوال افعال وكتابات علنيه كان قصدنا التاثير على المحكمه تعاقب بفعل مجرم. اذا تحوطا هذا الامكان ونبه على ان مناقشه القضيه في ندوه صحفيه ليس الهدف منها التدخل في القضيه او ممارسه اي ضغط على المحكمه بشانها، وهو عمل ممنوع طبقا للفصل 109 من الدستور، بل فقط التوجه الى الراي العام الحقوقي والمهتم بحقوق الانسان وليس الى القضاء لتنويره بملابسات هذه القضيه ولكشف ان الرفيق بصفته مدافعا عن حقوق الانسان في اطار هيئه مغربيه لحقوق الانسان لم يتمتع بالضمانات المنصوص عليها بالمواثيق الدوليه ذات الصله، خاصه قرار الجمعيه العامه 53 على 144 المتعلق بالاعلان عن حق ومسؤوليه الافراد والجماعات وهيئات المجتمع بتعزيز وحمايه حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا. امل ان يكون لهذه الندوه تاثير مشروع على قناعه المحكمه التي تنظر القضيه الان بصفتها درجه ثانيه، على اعتبار ان الفقره الاخيره من فصل 109 من الدستور دائما تنص على ان يعاقب القانون كل من حاول التاثير على القاضي بكيفيه غير مشروعه ومفهوم المخالفه حقا اثر عليه بطريقه مشروعه وهو ما نفعله الان. اذا وقع القضيه، يعني التقرير يتكون من محورين. المحور الاول هو وقع القضيه بتلخيص وتركيز شديد دقه ايضا، والمحور الثاني وهو ايضا تركيز ودقه يتعلق بالاطار القانوني او المشاكل القانونيه اللي طرحها. وقع القضيه ان رفيق نسبه الضحيه بصفته كاتبا عاما على المستوى الوطني للهيئه المغربيه لحقوق الانسان وعضوا بمكتبها المحلي بن سليمان، وبعد ان توصل الفرع المحلي بطلبات مؤازره مصححه الامضاء من قبل المتظلمين لا داعي لتسمعهم، وذلك بشان ادعاءات تتعلق بان محاميا استصدر قرارا بتحديد اتعاب في قضايا لم يسبق المشتكين الموكلون عنهم فيها، اضافه الى انجاز اراده لا حق له فيها والقيام ببناء عشوائي على ارض في وضعيه الشيعه. هذه الادعاءات كانت معززه بنسخ من الاراده غير صحيحه واحكام قاضيه بقسم العقارات والتعويض عن سعرها وشواهد تسليم بلغت الى شخص يسمى عبد الحميد ياسين ولا عرفت له باصحاب حقها، وانه بعد دراسه الملف طرف الهيئه واحالته على تنفيذ الهيئه المغربيه بالرباط قرر تكليف رفيق نسبه الضحيه شخصيا
لمتابعه القضيه باعتباره عضوا نفس الهيئه مسلمان ما دام جميع اطراف النزاع يسكنون في هذه المنطقه. وطبقا للنظام الداخلي للهيئه تقرر تنظيم ندوه صحفيه ليعرف المتضررون بقضاياهم اضافه الى تقديم شكايات الموضوع الى جهه مختصه. وبالفعل انه بتاريخ 2/1/2020 نظمت ندوه صحفيه بالحضور مع وسائل الاعلام اشرف على تسييرها رئيس الهيئه، واعطيت خلالها كلمه للمتضررين طالب المؤازره الذين عرفوا بمضمون شكاويهم والشخص المشتكى منه، وهي الوقائع التي نقلتها منابر اعلاميه على مواقعها الالكترونيه. يعني كاين 4 منابر اضافه هي الهبات بريس، اضافه واحد الموقع الفيسبوك سميه ديال واحد يوسف ديال نقولوا السميه ديالو. ان المشتكي استند الى بعض مراجع هذه الندوه المبثوثه بوسائل الكترونيه وطلب متابعه من طرف يعني الرفيق المصباحيه وباقي المشاركين من اجل التشهير به، وهو ما تبنته النيابه العامه تحريك المتابعه في مواجهته وصدر حكم المعرف به اعلام. الاطار الحقوقي لهذه المنظومه سميتها اول ما يلاحظ هو اغفال على حكم الافعال، هو اغفال صفه السيد المصباحيه كمدافع عن الانسان، انه تصرف باعتباره يمثل شخص معنوي اللي هو الهيئه المغربيه لحقوق الانسان. ما كانش عنده تصرف كشخص طبيعي عادي، لا، صفته كمناضل كمدافع عن الانسان. هذا المعد هذه الصفات تم تغييرها تماما. وحكم الجنائي قال تقول بان القانون الجنائي